مساء الهنا عليكم كلكم. زي ما قلت لكم اشترينا تمونات تنفع للاسبوع وتنفع، وفي حاجات فيها تنفع شهر وممكن تعدي الشهر كمان. وبعد ما اشترينا دخلنا مسابقه على عربيه، سحب على عربيه، فادعولنا نكسب بقى. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات احنا جبنا الحاجات اللي عليها عروض واللي احنا محتاجينها. زي ما قلت لكم احنا بنجيبش الا الحاجه اللي احنا محتاجينها. في حاجه ممكن الاقي عليها عرض فازودها شويه تفضل معايا لاخر الشهر، انه ممكن احتاجها تاني والعرض يخلص. فمثلا انا جبت السمنه دي، دول 800 جرام سمنه طبيعي ب40 ريال. ادي السمنه. جبنا كنافه يا ولاد، كنافه. هنجيب رمضان بدري قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين وقرب. وجبنا الكنافه دي مبسوسه بالسمنه على طول، بس انا برضو ببقى زود لها حته زبده من عندي، وتحطي بقى انت فيها الحشوه اللي انت عايزاها. دي عليها عرض برضو ب11 ريال. وجبنا ورق الجلاش. الجلاش هتحطيه في الفريزر مش هيخسر معاكي. ممكن بقى تعمليه حلو تعمليه حادق زي ما كيفك يجيبك ساعتها، او زي ما حبايبك يطلبوا. ممكن تعمليه حلو، ممكن تعمليه حادق، ممكن تعمليه جبن. بس كان برضو ب8 ريال. السكر 2 كيلو ب9 ريال. 2 كيلو طبعا هيقعدوا معانا الشهر كله، لان احنا مش بنشرب حاجات بسكر كتير. الطماطم الشيري دي انا كنت جايبه قبل كده نوع كان اقل من كده ب9 ريال، انما ده لقيته كميه ب18 ريال. دي برضو بتقعد مده، لان مش بس يعني بياكلوها كده في الخفيف. جزر سعودي. انا بحب المنتجات السعوديه بصراحه، يعني انا الاقي استرالي والاقي مش عارفه ايه لبناني. انا بحب اللي يا الحاجات المنتج السعودي يا المنتج المصري، بدور عليهم. الجزر الكيلو ب4 ريال ونص. الصلصه دي لقيت عليها عرض، دول 4 6 8 ب7 ريال ونص. دول 8 يعني يكفونا اسبوع 10 ايام. فزي ما قلت لكم في حاجات هتكفينا. دي فلفلايه حمرا وفلفلايه صفرا، بجيبهم انا بالواحده. انا عندي هنا 2 وفي جبت 2 كمان عاملين 3 ريال و89 هلله. يبقوا هنا برضو تستخدميهم في تونه، تستخدميهم في فاهيتا، في اي حاجه بقى من الحاجات دي. بما اننا جبنا سيره التونه، فانا جايبه برضو صوص الرانش ده، ببقى احطه على التونه مع الفلفل الالوان. نحط التونه، نحط لها بقى ذره صفرا، ونحط لها فاصوليا حمرا وصوص الرانش والفلفل الالوان، تبقى سلطه جميله. دي طماطم برضو سعودي 8 ريال، بس ده تقريبا داخلين على يعني 2 كيلو الا ربع تقريبا. دي البطاطس 5 ريال. ده بصل حبه صغيرين خالص عشان عندي، بس برضو الواحد كل ما يروح يشيل 5 6 5 بصلات. عندنا ثروه، دول ب4 ريال 38 3 6 بصلات. ده طبعا اهم حاجه شامبو العبايات. العبايات السودا طبعا بتغير باي حاجه تانية. الشامبو ده من غير ذكر اسماء، يعني مش بنعمل دعايه، بس لقينا عليه عرض برضو. الاتنين عاملين 40 ريال فجبناه. ده عماله اخبي الاسم. ده كان ب11 ريال، 9 ريال ونص. 9 ريال ونص. بيغششني عشان هو اللي معاه الفاتوره. انا مش هحفظ كل الارقام يعني. كاتشب بقى ده بيقعد معاهم شهرين، وكان ب19 ريال. بدل ما تجيب بقى كل شويه الازازه دي، فبنجيبها دي ونعبيها، بتقعد معاهم شهرين تقريبا. في منها بقى مايونيز برضو كده. الجبن بقى بجيب الجبنه تكفي شهر، فبجيب مثلا من النوع، بجيب منه طبقين، طبق يبقى مقفول وطبق نفتحه، او تحطي بقى في علبه انتي
وتقفليها وتطلعها على قدها. فدي انواع الجبن اللي انت بتحبيها، بتجيبي حسب ايه النوع اللي انت بتحبيه طبعا. ده ضحكوا عليا وجابوه، انا مبحبش الحاجات دي الحقيقه، بس ده اتحط من غير انا ما اخد بالي، اللي هي اللانشون والحاجات دي. طبعا دي خضره اللي هي الشبت والكزبره والبقدونس. عايزه اقول لكم ان انا وانا بجيبه ببقى زعلانه، لان الرابطه هنا بريال، فانا الرابطه هناك بجيبها بالجنيه وبجنيه ونص، فهنا الرابطه بريال. يعني انا وانا واقفه بقول ايه ده، وانا جايبه الرابطه ب10 جنيه. والنعناع، النعناع طبعا ايه، نغسله وتشيليه في علبه كويسه وتحطيه بينه وبين بعض اللي هي مناديل المطبخ، فبيفضل حلو. تحطيه في الشاي او تعملي بيه ليمون بالنعناع او تستخدميه في اكل زي ما انت عايزه. وطبعا ما ينفعش نروح ونيجي من غير ما نجيب ايه المخللات المصري بتاعتنا. ادي البصل والزيتون، وادي المشكل. استنى يا ولاد اما اقول لكم دي بكام. الكيلو ب4 ريال، انما الزيتون ده اعتقد ب16 ريال. ده المخلل، ده الزيتون، وده ودي جبتها كذا دور بس معرفش مين اللي عمل هذه العمله. فتحت برضو، ودي كانت عليها عرض برضو، دي ب13 ريال. دي جبنا بوك مثلثات 4 ادوار، لا 5 ادوار، 5 في 8 برضو. دي بقى بتقعد كذا شهر، ودي حلوه بقى من الجبن اللي ما بتتحطش في التلاجة. وادي الخيار برضو، تشتري على قدك وتشتري ايه حاجه اللي انت ايه. انا لسه ما فتحتش، لسه داخله، فقلت افرجكم. لسه بقى هعبي في الاكياس. الخيار السعودي برضو والله جميل، انا بحب الخيار، يا اقرب حاجه يا مصري يا سعودي. وجبنا عيش، فين العيش يا ولاد؟ جبنا عيش وجبنا شيبسي وجبنا ازازه 7 اتحايلوا عليا فجبناها دايت، لان انا محرمه ادخلها البيت فجبناها دايت. وطبعا جبنا فاكهه بس مش عارفه الكيس بتاعها راح فين. وجبنا الفينو والشامي، ودي كانت مستلزمات تنفعنا. في حاجات منها هتكمل معانا الشهر، وفي حاجات هتعدي الشهر، وفي حاجات للاسبوع. ويا رب اكون فكرتكم بحاجه. وائل بيغششني عمال بيقول لي التونه بجيب دايما 4 علب تونه احطهم في البيت. والله يوم زهقانه بقى، يوم تعبانه، تعملي بقى التونه زي ما قلت لك بالمايونيز وبالصوص الرانش والفلفل الالوان وايه تاني، فلفل الوان والمايونيز والحاجات الحلوه دي، والفاصوليا الحمراء. بتنفع يعني في يوم ما تكونش لك نفسي تعملي ايه حاجه. احنا جبنا الكنافه، فبالتالي ما جبنا لهمش حاجه حلوه المره دي جاهزه. جبنا باتون ساليه، بس ما اعرفش مين خد الكيس من جنبي وراح. يا رب اكون فكرتكم بحاجه او يعني استفدنا مع بعض بحاجه. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو حبيبتي وما عملتيش اشتراك، اعملي اشتراك وشيري الفيديو عشان يوصلك كل جديد، ونعيش مع بعض يومياتنا. واللي عندها حاجه تفكرني بيها تفكرني. ومساء الهنا عليكم.